بسم الله بديت وعلى النبي صليت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما دائما كما العاده نتمنى ان شاء الله يلحقكم هذا الفيديو في احسن الاحوال في صحه جيده باذن الله. روتين اليوم يلا معايا كما راكم تشوفوا ديتكم معايا لمدينه المشريه. ان شاء الله تبعوا هذا الفيديو للاخير، راه فيه تحويسه في مدينه المشريه الحقيقه خفيفه ظريفه، ومن بعد راح للعرس، لواحد العرس ربي يسخر الكل اللي داروا عرسهم في هاد الايام. ولكن الصراحه البنات باغي نخليكم مع الفيديو هو يتمشى، ولكن باغي نهضر في واحد السوجي وان شاء الله تسمعوني مليح وتفهموا راني نحكي. خاطر دائما بالمرات الانسان كي يحكي الناس دائما تفهم على حسابها هي، على حساب ذوقها وعلى حساب مزاجها، ويقلبوا الامور ويقولوا الكلام. الانسان لما كي يهضر ويعطي عبره او كلمه نصيحه، فنتمنى ان شاء الله يدوها بعين الاعتبار. نصيحة للناس، ونقولوا أول حاجة الله يهدينا ويهدي كاع العباد، الله يهدينا ويهدي كاع العباد. هذه أول حاجة. تاني حاجة، عمر اللي يجيك زعفان، نحكي على الناس اللي تسمع وتبغي تمد النصيحة ولكن ما تمدهاش على وجه حق كما يقولوا. كي يجيك حبيبك زعفان ما تضخمش الأمور. تجيك جارتك زعفانة من راجلها ما تضخمش الأمور. ما تكثروش، ما تكبوش الزيت على النار، ما تخيطوش بالخيط لك حل. ما تعسروش، يسروا الامور وخيطوا بالخيط الابيض وطلبوا الهدايه للناس. وما ما ديروش من حبه قبه، ما ديروش من حبه قبه. ما تخلقوش المشاكل على ما كان والو. ودائما يقول لك القاضي يسمع من زوج ما يسمعش من واحد. فمش مجرد ان الانسان هذا راه زعفان وجا في حاله غضب وقال كلام، قال هضره، قال مانيش عارف واش، فانت تزيد تضخم الامور، ولا انت تزيدي تضخم الامور وتكبري وتزيدي عاد تكبي الزيت على النار، وتزيدوا تخلوا البنادم حتى اللي يخرج على طوعه على عقله. خاطر زدتو لان اول حاجه الشيطان الله ينعله ويخزيه. علاش يقول لك استعوذ من الشيطان، استعوذ من ابليس لما في حاله الغضب، وهدي الامور. والشديد ماهوش بالقوه، الشديد بامتلاك الاعصاب. فحاولوا انكم تهادوا بين الناس بالكلام الزين، لخاطر يقول لك الكلمه الطيبه صدقه، ويقول لك الكلام الزين ينتفع في الديه. هذه ميساج لكل الناس اللي راها تسمع فيا وراها تكون حاضره في المشاكل، ويبدوا يزيدوا يضخموا المشاكل. والدنيا مواقف، الدنيا مواقف، يا تكون يا ما تكونش، يا تكون راجل يا ما تكونش. هذه الدنيا دواره، الدنيا تلعب بينا هاك وهاك وتحطنا في المواقف. حبيبك اللي ما يلقاكش في الحزه ما عنده ما يدير بيك، والدنيا تخسر، المال يروح، الدراهم يمشوا، اللوطو تدير قصيده وتروح، كل شيء يروح. ولكن حبيبك لما تخسره ما فيك ما تولي له، ما فيه ما يولي لك. فالدنيا هذه مواقف، يا تكون يا ما تكونش. فالله يهدينا ويهدي العباد. والناس دائما تحاول تكون تحط روحها في بلاصة الناس. الدنيا هذه تعلمك وتوريك بالمرات انت تكون واقف مع الناس وتوقف معاهم لآخر نفس، ولكن هما من النفس الأول ما يقدوش. فنقول لهم ربي يعوضنا خير من ذا الشيء. الحمد لله رب العالمين بالمرات يسخر لك العباد اللي يكونوا واقفين معاك، ماشي شرط خوك ولا اختك ولا بواك ولا امك ولا خالك ولا عمك، ماشي شرط اقرب الناس، لان دائما اقرب الناس هما اللي يفوتوك في الحزه ويسمحوا فيك. نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كما قلت لكم الدنيا مواقف، يا تكونوا يا ما تكونوش، يا تكون ملخص لا وتوقف مع احبابك يا ما تكونش. فما عندك علاه من بعد تلوم الناس وتقول علاش بحبابي فاتوني، ولا حبابو خلاوني، ولا دارولي ولا فعلولي. واللي يلقى الخير يديره ما دابيه. خاطر ربي سبحانه وتعالى يقول لك بالمرات كلمه تكون بسيطه راهي تخلي خيام. بالمرات كاين اللي تبان له كلمه عاديه يقولها يهدرها راهي تدمر عائلات وتشرد بزوز وغيره. فعليها رب العالمين سبحانه وتعالى شيء يقول لك ويحسبونه هين وهو عند الله عظيم. فكل حاجه راها تتسجل عند رب العالمين، كل حاجه، كل كلمه راهي تتسجل، كل نفس راه عند رب العالمين مكتوب ومسجل. فالحمد لله كان دار حق، كل واحد يدي فيها حقه، كل واحد يدي فيها حقه، كي الظالم كي المظلوم. وربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على روحه، والظالم يتحاسب في الدنيا قبل الآخرة، هذه يكونوا أكيدين منها. فدائما نقول لبناتي ولا أحبابي ولا أحباباتي ولا اللهم يسمعوا فيا،
نصيحة، عمركم ما يجيكم واحد زعفان ولا غيظان ولا متقلق، لا لقيتو كاش ما تقولوا كلمة طيبة، كاش ما تقولوا كلام زين، كاش ما تداووا الأمور، كاش ما تيسروا الأمور، يسروها، ما تعسروهاش. ما تكبروش المشاكل، ما تكبروش الهم على اللي راه جاي ديجا عندكم مهموم وتزيدوا عليه. ودائما تسمعوا من الطرفين، ما تسمعوش من طرف واحد. هذه دائما هذه قاعدة. فنقول ان شاء الله يا ربي هذا الميساج يوصل. نقول دائما ربي يقوينا على فعل الخير، ربي يسادينا للخير، ربي يبعد علينا ولاد الحرام وبنات الحرام، وربي يهدينا للطريق، ورب العالمين يغفر لنا ويسامحنا، لخاطر كنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. الله يجعل